خلاص بقى يا عم كريم ما تمشي الدنيا. يا عم انت اختك عايزه تروح المستشفى دماغها ناشفه بتعمل حاجات غريبه. يعني انت سايبه المعرض كله وجايه واقفه جنب خزان الدفن الجروحي؟ ما المعرض مليان حاجات حلوه، اتنقلي خش جوه. يالا انت دلدول ليه كده يالا؟ وكمان موقفاك جنب الحوض بتاع هانز اللي بيغسل اطباق وفواكه وخضروات. دي انت متجوز واحده اصلا ما بتستحماش. يلا يا عم امشي. يا بنتي انت رحت فين؟ انا عمال ادور عليكي. الحقني يا اخويا انا اتزنقت. ده انا جبت لك حنفيه دهب، ده الدهب مش شبكه بس، هما مش عايزين يرجعوا يدفعوا. الحقني يا اخويا. يخرب عقلك ايه اللي نزلك هنا؟ حلو الجردل اللي انا نايمه فيه ده. جردل ايه ده بني وكيان. يا لهوي ده الدنيا اتطورت، بس انا عايزك بكابينه التليفون دي. لا كابينه التليفون خديهم، هما مش عايزين يرجعوا يدفعوا. تعالي يا بوجي يا ابني انت ايه ده؟ انت ايه اللي مقعدك هنا؟ بس تصدق هي ما تستاهلش القعده دي، كانت عايزه الحاجات المتعلقه الغاليه دي. ما بحبها يا عم. طيب اعمل ايه؟ طيب في حياتي ليه؟ تحبها ايه يا ابني؟ يا ابني الحب في الزمان ده عيب، هيفضلنا الجيب. انا مش مصدقه نفسي يا بوجي ان احنا هنرجع، انا مبسوطه قوي. بس يا رب عيش فرحتنا، ادعي بس اللي تتم على خير. لا ما تقلقش، طالما جينا معرض السلام يبقى راجعين راجعين. ادعي انت بس يا لا انا ولا هجيب تهمه حمامات ولا خلاطات، انت اللي عايز ترجع اصرف. يا ماما ما يرجعوا لبعض، في مصلحه هتدور والبرنامج يرجع وانا وانت هنستفاد. انا جبت كل حاجه انت عايز بلوشي. ودي اشكال هيجي من وراها مصلحه، كانوا عملوا زمان. يا عم الناس بتحبهم، اسمع مني، انا مش هجيب حاجه تاني خلاص، انا كفايه عليها كده. ولا انا هجيب حاجه لا انت تاني. اللي هتجيب الخلاط يابا، انت اللي هتجيب ايه على صلاه السلام. رمضان كريم. الله اكرم. في معرض السلام اللي هياخد طقم حمام قعده وحوض هياخد خلاط هديه. انت بتتكلم بجد؟ يعني انا دلوقتي لو خدت قعده وحوض هاخد عليهم الخلاط هديه؟ اتحلت اهو خلاص. الدنيا تمام. باركنا مصلحه جامده، بس اسمع كلامي. اما نشوف. يلا عروس خد عروستك واطلعوا. كل سنه طيبين. يلا رمضان يابا كريم بمناسبه كل سنه طيبين. الف مبروك. بس انا مش مصدقه نفسي. ولا انا كمان مصدق نفسي. بوجي لطمطم وطمطم لبوجي، والسبب في رجوعهم معرض السلام.